فكرة اللايف على التيك توك هي عن جد ما بتفرق ابدا عن الشهاده، لانه انت عم بتعرض حالك لانه في شخص اسمه داعم. هلا نحن بنعطي اسماء عريضه، الداعم، لحتى نحس حالنا شوي كلاس، انه عم بيعطينا مصاري. شو بتفرق عن انه نفس الشخص واقف على الطريق واجا شخص تاني كمان سميه داعم عطاك مصاري، بتقبلون منه؟ بتاخدون يعني؟ ما في، ما حدا بيقبل مصاري من شخص ما بيعرفه. بعدين ما بنقبل، نحن معودين مثلا نحن ما بنقبل هدايا من اشخاص ما بنعرفها، لانه هاي الهديه غير المصاري بتخلي هيدا الشخص يشتريك. وعلى التيك توك ذات الشيء، الداعم عم يشتري المدعوم، عم بيشتريه من كل جوانب حياته، عم بيتحكم فيه بكل اموره وتصرفاته وحياته، ماديا، نفسيا، جسديا، تصرفاتيا. ما معقول، مش حلو الواحد يقبل على حاله هيدا الموضوع. بعدين ليش عم تفصلوا التيك توك عن الواقع؟ فكروا بالواقع وشوفوا بتقبلوا على حالكم، ساعتها هي على التيك توك بتقبلوا على حالكم. يعني البنت يلي بتشتغل برا شيء مش منيح بتشتغل وين ما كان شيء مش منيح، بس مش انه بالحياة بيكون منيح وعلى التيك توك بيكون مش منيح. هذا صار انفصام بالشخصية. ففي الاشخاص بدكم تفكروا شوي انه الشخص اللي عم بيدعمكم يعني عم بيعطيكم مصاري، يعني انتم عم بتعيشوا من وراه، في شخص عم بيعطيكم مصاري، يعني مثل تسول. فانتم بتقبلوا تكونوا متسولين على الطريق، ولا بترفعوا راسكم لفوق وما حدا بيقدر يحكيكم، بصير اسمكم مشاهير لانه على التيك توك؟ ما نفس الطريقة هي ذاتها، لا اكثر ولا اقل.